السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نادي إنجليزي يخطف صفقة ريال مدريد. قالت تقارير صحفية أن نادي إيفرتون الإنجليزي حسم صفقة الإسباني الشاب ساندرو راميريز مهاجم فريق ملقا الإسباني وبرشلونة السابق. وأكد الصحيفة ذا صن البريطانية أن راميريز سيكون لاعبا لإيفرتون بشكل رسمي يوم الاثنين المقبل بعد اجتيازه الفحص الطبي أمام مسؤولي النادي. يذكر أن تقارير إسبانية أكدت في الأيام القليلة الماضية أن نادي ريال مدريد اتفق مع راميريز للانتقال للفريق الملكي هذا الصيف ليكون بديلا لألفارو موراتا القريب من الرحيل للشياطين الحمر. الخبر الثاني، جوزيه مورينيو غاضب من إدارة مانشستر يونايتد. يشعر مورينيو بالغضب من إدارة النادي بسبب نشاطها البطيء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وينصب قلق مورينيو على وجه الخصوص حول صفقة موراتا الذي يريد منه النادي الإعلان عن نيته للانتقال إلى الشياطين الحمر، علما بأنه قطع شهر عسله بعد الزواج للحديث عن إدارة ريال مدريد حول مستقبله. وتعاقد الشياطين الحمر مع قلب دفاع بنفيكا فيكتور لوندولف، إلا أن وتيرة المفاوضات مع موراتا ومانتينج وإيفان بريستيج انخفضت كثيرا في الفترة الماضية. الخبر الثالث والأخير، باريس سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بيبي ولاعب موناكو. ذكرت تقارير صحفية فرنسية مساء اليوم الجمعة أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي توصل لاتفاق مع البرتغالي بيبي لاعب ريال مدريد والبرازيلي فابيانو لاعب نادي موناكو. وقالت قناة كانال بلاس الفرنسية الشهيرة أن إدارة باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مع البرتغالي بيبي مدافع ريال مدريد والذي انتهى عقده مع الفريق اليوم الجمعة ولم يتم تجديده مع النادي الملكي الذي قضى فيه 10 سنوات. وكل الترشيحات كانت تصف في انتقال البرتغالي بيبي إلى باريس سان جيرمان، وبعقد سيمتد إلى عامين مقبلين بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد اليوم الجمعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.